صل على النبي. آية قرآنية كريمة وعظيمة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية العز، ما هي؟ آية الكرسي. لا. آية الكرسي. غير آية الكرسي. آية الكرسي يقال أنها أعظم آية في القرآن. آية تبارك. تبارك لا، تبارك تسمى السورة المنجية، هي ما اسمهاش تبارك، ما اسمها تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك. الملك اسمها آية. لكن آية العز ما هي آية العز؟ لك الخلق. شوف لو تجاوب لي على السؤال ذا بهب لك 50,000 ريال. ماشي ماشي. آية العز ما هي؟ لا. النور. أي النور؟ سورة النور. النور لا. آية العز، شوف آية واحدة. هي آية واحدة. آية واحدة نعم. أي سورة طيب علشان نقرأ. هلا خير. كيف أنت من المنطقة هذه نفسها؟ بيت الفقيه. ها؟ بيت الفقيه. هذه بيت الفقيه ها؟ نعم. هذه نفسها بيت الفقيه. ايوه. الفقيه نسبتها إلى من سميت بيت الفقيه؟ احمد بن موسى العجيل. ها؟ احمد بن موسى العجيل. نسبتها للفقيه أحمد بن موسى العجيل. بيت الفقيه طبعا منطقة تبعد قرابة 60 كيلومتر تقريبا من الحديدة. الآن على مشارف بيت الفقيه، كما أشار الحاج بيت الفقيه تنسب إلى الفقيه أحمد بن موسى العجيل، واحد من مشاهير الفضلاء، كان أول من سكن هذه المنطقة، فسميت المنطقة بيت الفقيه نسبة إليه. ثم بعد ذلك اجتمع الناس وأصبحت مدينة كبيرة. سؤال ذهبي وإحنا على مشارف بيت الفقيه، سؤال ذهبي هذا جائزته حالية جدا. السؤال الذهبي يقول: آية العز في القرآن ما هي؟ في آية في القرآن تسمى آية العز. درستم يا شباب؟ درستم؟ درس صف كم؟ ما ثالث درس. لا وتدرس ما صف كم؟ لا ثالث إعدادي. ثالث إعدادي. فاهمي بصراحة. وأنت درست يا حاج ولا؟ درسنا. طيب آية العز في القرآن، آية في القرآن تسمى آية العز، عليها جائزة ذهبية 50,000 ريال. يا سيدي وأنا في سورة الإسراء، في آخر سورة الإسراء. طيب تعال، صح، في سورة الإسراء، آخر سورة الإسراء سليم. شوف ابتداء بس، ما هي الآية هذه؟ الحمد لله أيوه. الذي لم يتخذ ولدا. أيوه. ولم يكن له شريك في الملك. أيوه. ولم يكن له ولي من الذل وكبروه. نعم صحيح سليم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، كما جاء في حديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هي آية العز. وبالتالي إجابة سليمة لهذا السؤال حصلنا عليها على مشارف مدينة بيت الفقيه من الحاج. اسمك يا حاج؟ علي عبد الله مهدي. علي عبد الله مهدي، ونحن على مشارف بيت الفقيه. وبالتالي الجائزة الذهبية 50,000 ريال. الجائزة الذهبية لهذا السؤال من نصيب الحاج. اسمك مرة ثانية؟ علي عبد الله مهدي. علي عبد الله مهدي على مشارف بيت الفقيه من محافظة الحديدة. مبروك عليك الجائزة.